بزاف ديال الناس كيتسائلوا وديما هاد الفكره تتبقى تجيهم في راسهم، علاش دابا الجسم ديالي وصل لهاد المرحله وحبس ما بقيتش كنشوف نتائج؟ شنو السبب؟ يعني كيفاش نتجاوز هاد المرحله وانا عارف وانا حاسس بهاد المرحله كتكون صعيبه؟ شنو كيوقع؟ كيقطعوا لاصال وكاين الناس كيكملوا. اذا حنا غادي نموتيفيوكم وغنقولوا لكم شنو ديروا باش تتجاوزوا هاد المرحله. شوف راه عندك جوج اختيارات، انت اختاروا من راسك، واش فهمتي؟ يا توجه لطريق البليه وتخسر فيها فلوس حتى هي راه فيها. واش شي واحد غيجي يعطيك البليه؟ غيعطيك مثلا المخدرات، راه كاينش اللي غيجي يقول لك هاك المخدرات نسى، حتى هما كيتشراو بالفلوس. اذا عندك جوج اختيارات، واش تخسر فلوسك على صحتك وتهلا فيها وتبان بواحد المنظر زوين وتبان انسان رياضي وتدماغك كيتفتح وكتزيد ديفلوبي حياتك للقدام، او لا تمشي للبليه اللي مكتبها لك الله هي اللي غتجيك، انت كدير غير السبب هو اللي كديرو. راه ملي كتخرج الصباح وكتمشي تقرا او تمشي تخدم، هذاك راه هو السبب، الرزق راه الله سبحانه وتعالى اللي كيتكلم. المهم لا فامي دابا حنا جينا لاصال باش غندوزو السيونس كلها موتيفاسيون. المهم تبعوا معايا حتى الاخر باش تموتيفاو. صباح النور، صباح الخير على وجوه الخير، كي دايرين؟ بخير، امور مزيان. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنديرو فيديو واعر ديال الموتيفاسيون طوب. لقيتوني دابا يلاه فقت، المهم مشيت خديت الفطور ديالي. هانتوما عندي هنايا البيض البلدي، خبز ديال الزرع، وعندي كاس الليمون، قرعه ديال الماء. فهمتيني، خصك تكون ضابط الامور. بزاف ديال الناس يقول لي هو يا خويا ماكل هاد العذاب، هذا راه ماشي عذاب اصاحبي، عذاب هو تفيق وتضرب الملويه خامره فهمتيني، داك المخمار شي يحبس الدماغ، هادشي راه كتاكلو كيخليك تفكر زوين صاحبي، واش فهمتي؟ داكشي علاش حنايا كنقادو الفطور، قادو الماكله ديالنا، كل هادي كل هادي كل هادي، منها كتلقى ريزولطا في الكور ديالك ومنها حتى دماغك كيتفتح. قبل ما نبداو بعدا متنساوش لايك، تابوناو في لاشين باش يوصلكم ديما الجديد. واليوم ان شاء الله غنهضروا على الموضوع ديال بزاف ديال الناس كيوصلوا لواحد النيفو والجسم ديالهم كيحبس ما كيبقاش يتطور. هنا بزاف ديال الناس كيديموتيفاو وكيقولوا دابا انا مقاد الماكله ديالي، مقاد لونطرينمون، كنعس في الوقت. شنو المشكل؟ يعني مناش هادشي. دابا انا غادي نشرح لكم كيفاش انك دوز هاد المرحله، حيت هاد المرحله انا ديما كنطيح فيها. اي واحد ترينا واحد المده طويله ديما كتوقع له، يعني خصو غير يفهم الكور ديالو وشنو خصو يدير وشنو خصو يطور في البروغرام اللي هو متبع باش يكمل وهكا يلقى النيفو. غادي نهضروا على ثلاثه الانواع ديال الاجسام. النوع الاول هو لي ناتورال 100%، يعني متبع الماكله طبيعيه، وغنهضروا على الناس اللي كيستعملوا لي كومبليمون، وغنهضروا على حتى الناس اللي كيستعملوا الهرمونات، حتى هما كتوقع لهم كيوصل لواحد الحد وكيحبس واخا كيستعمل الهرمونات. المهم غنهضروا على جميع الفئات باش هكا تستافد وتاخذ فكره على هذا الشيء كامل. هذا هو الخوت. من بعد ما فطرت الحمد لله، دابا خديت قهوه ديالي بلا سكر، غادي نشربها باش فهمتوني ننطلقوا في الحياه. المهم بغيت نهضر لكم على واحد السوجي اللي هو الاغلبيه ديال الناس كيقول لك خويا اسامه الدومير صعيب، فيه مصاريف، فيه بزاف د الحوايج، فيه الخسران ديال الفلوس، حنا ما نقدروش عليه، حنا يعني ما لقيناهاش واجده. يعني كيبقاو يحطوا واحد الاعذار قدامهم، وحنا عارفين الدومين صعيب، ولكن بحال اللي كيبغي يغطي بهاد الاعذار على انه يبدا يتريني ولا يدير شي حاجه زوينه. خويا نبدا بني انايا، نهار بديت ما كان عندي حتى شي حاجه، وانا عاودت لكم على ليستوار. شنو تليفون ما كانش، كنت كنتسلف تليفون باش نصور به، يعني لونطرينمون كنت كنمشي كنجي كناكل مع الدار عادي بحال اي واحد كياكل مع دارهم. يعني باش انني مثلا نمشي ناخذ 3 دراهم الحرشه كنت كناخذ 3 البيضات، يعني كنت كنضحي بشي حوايج باش علاش؟ حيت عندي هدف. واش فهمتوا؟ ما تجيش تقول لي يا خويا اسامه هاد الضمير كيبغي الفلوس، داكشي علاش حنا ما قدرناش نبداو نترينيو فيه اولا طلع لينا الدم وحبسنا. خويا شي البليه، الناس اللي مبليين الله يعفو عليهم كيخسروا اكثر منا حنا الناس اللي كنترينيو. شي اي واحد مبلي الله يعفو عليه سير سولو قول له شحال كتخسر في النهار، كيخسر اكثر من 100 درهم ولا اكثر، غير ما بين القهوه والكارو وداكشي ديالو كيخسر فلوس صحيحه باش انه غير ينسى. انت ديك مثلا انت غير النص ديالها ولا اقل منها تقدر تخسرها على راسك باش تهلا في صحتك، باش تبان انسان مزيان، انسان رياضي، انسان
باغي يزيد يديفلوبي راسو لقدام، واش فهمتي؟ اما دوك الاعضاء اللي كتحطهم قدامك ديال هاد الدومين خصو الفلوس، هاد الشيء صعيب علينا. شوف دير اي سبور كتبغي نتايا وكل ماكله صحيه وداك الشيء اللي موفر لك قضاي به. ماشي ضروري انك تدخل شي فيديو مثلا ديال شي واحد ولا ديالي ودير بحالي، لا صاحبي راه ماشي هكاك. وانا قلتها لكم واحد المره، قلت لكم انا راه ما بديتش هكا، راه في الاول ديالي في البدايات ديالي كنت كناكل عادي، كنت كناكل مع الدار، كنت كناكل كنقضي، نقدر ندوز حدا مول الحمص ناخذ من عنده الحمص، المهم كنت غادي نتقاتل فهمتيني، درهم عندي تعاود مثلا نمشي نشريها شي حاجه بيمو ولا داك التخربيق كنمشي نشري حمص، درهم ديال الحمص، واش فهمتوا؟ يعني كنت كنتقاتل، هذا هو البلان. الا ما درتيش هكا راه ما غدير والو. شوف راه عندك جوج اختيارات، انت اختاروا من راسك، واش فهمتي؟ يا توجه لطريق البليه وتخسر فيها فلوس حتى هي، راه فيها واش شي واحد غيجي يعطيك البليه غيعطيك مثلا المخدرات، ما كاينش اللي غيجي يقول لك هاك المخدرات نسى، حتى هما كيتشراو بالفلوس. اذا عندك جوج اختيارات، واش تخسر فلوسك على صحتك وتهلا فيها وتبان بواحد المنظر زوين وتبان انسان رياضي وتدماغك كيتفتح وكتزيد ديفلوبي حياتك للقدام، او لا تمشي للبليه كتخسر فيها فلوس وما كتستافد والو، كديبريما وكتدخل معاك الوقت وكتبقى تفكر وحالتك حاله. المهم انت راه شوف انت راه عارف شنو اللي تيصلح لك، اذا ما تبقاش تحط الاعذار قدامك. خويا هذا الشيء ما نكذبش عليك، هذا الشيء صعيب علينا خويا، او يوميا غناكل هاد الوجبات، وراه حتى يوميا تيكميو الناس، واش فهمتي؟ راه يوميا تيكميو حتى هما، راه طلع لهم داك الروتين في راسهم. راه انت الا كنتي بديتي وبدا يطلع لك الدومين في راسك، راه كاين الناس باغيين غير يبداو، باغيين يبعدوا من واحد الطريق، اذا راك انت في واحد النعمه، والنعمه ملي كتمشي عاد كتعرف بالقيمه ديالها، واش فهمتوا؟ اذا راك غادي في الطريق صحيحه. والناس اللي باغيين يبداو يترينيو وكيحطوا قدامهم الاعذار، هادشي فيه فلوس، هادشي فيه خسران الوقت، فيه ما فيهش خسران الوقت. والله ما نكذب عليكم، انا الا رجعتيني للوقت اللور الاول نهار بديت نتريني غنعاود نبدا نتريني وغنعاود نتعذب سالينا، حيت ما كاينش اختيار، يا غتمشي في طريق خايبه يا غتمشي في طريق زوينه، راه ما كاينش الطريق الثالثه. شنو هي الطريق الثالثه؟ تريني وتكمي، ما يمكنش بلا ما بقاوش حطوا الاعذار قدامكم، اولا شي واحد يبقى يقول لكم هادشي راه صعيب، راه خصو الفلوس، هذا ياثر لك على دماغك. انت بدا وقضي بداك الشيء اللي عندك، وربي راه فهمتيني رزقك راه مكتبوا لك الله، وداك الشيء غادي وكيجي مع الوقت، اللي مكتبها لك الله هي اللي غتجيك، انت كدير غير السبب هو اللي كديرو. راه ملي كتخرج الصباح وكتمشي تقرا او تمشي تخدم، هذاك راه هو السبب، الرزق راه الله سبحانه وتعالى اللي كيتكلم. السلام عليكم، ما نعاودوش نبقاو نهضروا بزاف على هذا السوجي. لا فامي، المهم دابا جيت للدار باش غادي نهضروا على الموضوع ديالنا اللي هو بزاف ديال الناس كيتسائلوا، وديما هاد الفكره تتبقى تجيهم في راسهم، علاش دابا الجسم ديالي وصل لهاد المرحله وحبس، ما بقيتش كنشوف نتائج، شنو السبب؟ يعني كيفاش نتجاوز هاد المرحله؟ وانا عارف وانا حاسس بهاد المرحله كتكون صعيبه، وديما عرفتي شنو في البدايات ديالي ديما ما نكذبش عليكم كنت كنوقف مع المرايه كنبقى نشوف راسي انني باقي ما زدتش في النيفو، وكيبقى فيا الحال وكندي موتيفا شويه، وكنبقى نقول علاش بزاف ديال الناس في هذه المرحله شنو كيوقع؟ كيقطعوا لاصال وكاين الناس كيكملوا. اذا حنا غادي نموتيفيوكم وغنقولوا لكم شنو ديروا باش تجاوزوا هذه المرحله. اي واحد فينا الجسم ديالو كيوصل لواحد المرحله كيحبس، كاينين الاسباب علاش، هو نفس الروتين اللي كيتبع، يعني متبع واحد السيستم كيبقى متبعو ديما، ما كيشوكيش الميسكل ديالو. وانا ديما كنركز لكم على هذه القضيه، هو ان الجسم ديالك خصك تفاجئو. الجسم عندنا ذكي، الا ولفتي له واحد السيستم كيولفو ما كيبقاش يعطيك النتيجه، خصك تفاجئو بشي حاجه، ضروري تفاجئو باش هكا كيزيد الديفلوبا. اذا الا كنتي وصلتي لهذه المرحله وحبستي، كاين العامل ديال ان الجسم ديالك ولا مرهق، يعني خصك الراحه، صافي الجسم ديالك عيا، خصك تعطيه يرتاح واحد شويه وتعاود تنوض من جديد. العامل الثاني هو ان البروغرام ديال الماكله ديالك غادي على نفس الريتم، يعني ديما كتاكل نفس الماكله، نفس الكميه، نفس مثلا البروتين، كتدخل واحد العدد ديال البروتين ديما نفس الكربوهيدرات، نفس الفاط، يعني نفس البروغرام غادي متبع. هنا فين كيجي الدور ديال ان داك البروغرام ديال الماكله ديالك خصك تبدا تبدل فيه شي حوايج. السكري كامل فين كاين هو ما تبقاش غادي على نفس الريتم. دابا غادي نهضروا على الانواع ديال الاجسام. كاين الانسان اللي كيكون طبيعي 100%، هو انه متبع غير الماكله، ما كيدير لا لي كومبليمون لا والو. غادي نهضروا عليه وشنو خصو يدير باش انه يديفلوبي الجسم ديالو. وكاين الناس اللي كيكونوا كيستعملوا المكملات الغذائيه، كيكون انه باغي يوصل لواحد النيفو
ولكن ما باغيش يشارك في البطولات، باغي يستعمل مكملات غذائيه، ولكن الفكره ديالو انه يشارك شي نهار ما عندوش. وغنهضروا على الناس اللي كيشاركوا في البطولات حتى هما كتوقع لهم. اذا غادي نبداو بالفئه الاولى اللي هما الناس اللي طبيعيين، الناس اللي كيتبعوا غير الماكله عاديه، باغي يتريني، كيمشي يتريني باش يحيد ستريس. احتراماتي الناس اللي كيترينيو، شي اي واحد كيهز الصاك وكيمشي لاصال، احتراماتي ليه. انت كتكون متبع واحد البروغرام غادي عليه، ديما كتاكل نفس الماكله، كتريني بنفس لونطرينمون، هكا راه كديفلوبا، كتلقى واحد النتيجه. واحد الوقيته الجسم ديالك كيحبس، كيوقف، صافي ولف داك الريتم، ولفتي له داك السيستيم. هنا كتولي تشونجي الماكله ديالك اولا كتزيد في الكميه ديال الماكله ديالك. وديما كنقولها لكم، حاول انك في البدايات ديالك تيستي بزاف د الحوايج. مثلا انت ديما كتخدم بالدجاج، ماشي ضروري تبقى تخدم ديما بالدجاج، تيستي الحوت، اللحم. يعني خصك تعرف الجسم ديالك شنو كيتجاوب معاه. كل واحد فينا كاين واحد المصدر ديال البروتين او الكربوهيدرات او الفات كيجي معاه. اذا انت خصك تعرفه في البدايات ديالك باش هكا كتولي تعرف الكور ديالك شنو كيجي معاه. اذا مثلا غادي بالكربوهيدرات كتاخذ ديما الروز، حاول انك تشونجي الباطا لي بات. يعني خصك تعرف الجسم ديالك شنو خاص. دابا الخلاصه هي من كيوصل الجسم ديالك واحد المرحله كيحبس، فعرف ان داك السيستم اللي انت متبع راه الجسم ديالك حفظو. بالنسبه للونطرينمون نفس الحاجه، كتجي 2 صدر 3 ظهر غادي بنفس الريتم. ما كديرش دوك التقنيات اللي كيشوكيو الميسكل بحال مثلا الدروب سيت، سوبر سيت، البي سيت، اف اس سي 7. يعني كاين بزاف ديال التقنيات اللي كيشوكيو الميسكل ديالنا هكا. ما كتفاجئش الكور ديالك. ديما حاول تفاجئ الكور ديالك. ديما في لونطرينمون ديالك مثلا بديتي هاد 2 بالصدر، يعني ماشي ديما تبقى تبدا بالصدر، ماشي حياتك كامله ديما تبقى تبدا بالصدر، لا، مره بدا بالكويس. خصك تعرف كيفاش تشونجي الجسم ديالك في واحد الوقت اللي تحس به انه بدا يحبس. خربقوا باش فهمتي، خصك ترونو. عاوتاني ديما كتجي كتبدا بلابار في الصدر، ديما حاول المره الجايه تجي تخدم بليزالتير هما الاولين. يعني هكا جسمك ديما كتقدم له الجديد، واي واحد عز له الجديد. اذا غنهضروا على النوع الثاني اللي هو اللي كيستعمل المكملات الغذائيه. ولو انك كتستعمل المكملات، كتاكل مزيان وكل مره كتدخل كرياتين، كتدخل الواي، كتدخل بزاف د الحوايج، مثلا البري ورك اوت، يعني عندك داكشي بيان ايكيبي. حتى انت كتوصل لواحد المرحله الجسم ديالك كيحبس، صافي ولفتي له الكرياتين، ولفتي له الواي، صافي عطيتيه يعني واحد الاحتياج يومي كنتي كتدخل للجسم ديالك، جسمك حفظه. هاد الرياضه هذه عندها علاقه بديك الكميه اللي كتقدم للجسم ديالك، حيت كل ما زدتي في الكميه كل ما كتزيد ديفلوب، باش تكونوا فاهمين. اذا انت كتستعمل المكملات الغذائيه كتستعملهم بواحد الطريقه عاديه، الجسم ديالك كيوصل لواحد الوقت كيحبس. اذا هنا شنو خصك تبقى تلعب ما بين الماكله ديالك وما بين لي كومبليمون وما بين لونطرينمون. راه كلشي عنده علاقه بديال انك ما تبقاش مولف الجسم ديالك واحد الريتم معين، صافي ما كاينش شي حاجه اخرى. جسمك وصل لواحد المرحله حبس، باغي الجديد، باغي انك تشوكيه، باغي تزيدو شي حاجه. هذا هو البلان. غنهضروا على النوع الثالث اللي كيستعمل الهرمونات. الناس اللي كيستعملوا الهرمونات نفس الحاجه كتوقع لهم. دابا انت كتقول الناس اللي كيستعملوا الهرمونات دغيا كيديفلوباو، هذا حتى هو كيوصل لواحد المرحله جسمه كيحبس ولو كيستعمل الهرمونات. علاش كنلاحظوا ان بزاف ديال الناس ابطال هادو محترفين مثلا عام استعملوا واحد الهرمونات معينه، العام اللي موراه الا استعملهم نفسهم ما غيعطيوش نفس الريزولطا. اذا خصو يزيد في لادوز. هنا فين تنقول لكم انك الجسم ديالك خصك ديما تقدم له شي حاجه جديده. باش نكونوا واضحين الدراري، ما تسمعوش هاد الهضره تمشيو بعشوائيه وديروا شي دوز كبيره خصني ناكل بزاف. لا، اي حاجه كتجي تدريجيا، وديما دير في بالك الحاجه اللي كتجي مزروبه والله حتى كتمشي دغيا. شي الحاجه اللي شوف الحاجه اللي كتجي ثقيله وبالعقل وغادا بشويه ودقه دقه، هذيك كتبقى كتمشي مزيان، كتكون غادي بخير. هادشي في الحياه. الحاجه اللي كتجي مزروبه كتمشي مزروبه، صافي سالينا. المهم لا فامي، دابا حنا جينا لاصال باش غندوزو السيونس كلها موتيفاسيون. المهم تبعوا معايا حتى الاخر باش تموتيفاو.